السلام على أرض خلقت للسلام وما رأت يوما سلام. البي اس 5 برو قادم، واقتراب كروت السوبر من انفيديا، ونهاية كروت الجي تي اكس ومعرض اي 3، ودي بداية حلقة جديدة من الخلاصة. في نوفمبر 2013 نزل لنا البي اس 4، وبعد 3 سنين بالظبط في 2016 نزل البي اس 4 سليم. في 2016 برضه كان تم الاعلان عن البي اس 4 برو، النسخه الاكبر والاقوى، ولكن تم اطلاقه في وقت متاخر شويه، نوفمبر 2016، واطلاقه هنا يعني بقى متاح اننا نشتريه. في نوفمبر 2020 تم اطلاق البي اس 5 رسميا، وبعدها بثلاث سنين في نوفمبر اللي فات 2023 اعلنوا عن البي اس 5 سليم. لو خدت بالك ان ده نمط متكرر من سوني حتى شهر نوفمبر. اي نعم زمان ايام البي اس 3 ما كانش فيه نسخه برو زي ما كان في البي اس 4، بس لو بصيت على تواريخ اطلاق البي اس 3 كمان هتلاقي ان النسخه الفات نزلت في 2006، والنسخه السليم منه نزلت في 2009، يعني بعد 3 سنين برضه، والنسخه السوبر سليم بعد 3 سنين كانت في 2012. فنمط الاطلاقات عند سوني متكرر كل جيل وما بيتغيرش كتير. ولو كان لينا عمر ان شاء الله وحضرنا البي اس 6 هتبقى عارف ان بعد 3 سنين هيكون عندك منه نسخه سليم اسمها بي اس 6 سليم، وممكن بعدها بشويه شهر شهرين يكون في نسخه اعلى زي البرو مثلا، زي اللي هيحصل في البي اس 5 برو، اللي كتير جدا من التسريبات بتقول ان هيتم الاعلان عنه في خلال الشهور اللي جايه. الغرض من البي اس 5 برو على حسب ما هو منتشر هو تشغيل الالعاب على دقه عرض 4K مع معدل فريمات عالي مقارنه بالاوتبوت او معدل الفريمات اللي بيطلع من البي اس 5 والبي اس 5 سليم، وده مش هيتم الا عن طريق تغيير في عتاد الهاردوير الداخلي للبي اس 5، بالاخص في نقطه المعالج الرسومي. على حسب ما تم تسريبه ان التغيير الاهم والاكبر في البي اس 5 هيكون الاعتماد على اي بي يو احدث بس من ناحيه المعالج الرسومي فقط لا غير. يعني الاي بي يو المستخدم في البي اس 5 العادي هو عباره عن بروسيسور معتمد على انويه من معماريه زين 2 القديمه بعدد 8 انويه و16 ثريد، وده على حسب التسريبات هيفضل زي ما هو، مش هيحصل عليه اي تغيير. انما المعالج الرسومي الداخلي او الشق الثاني من الاي بي يو او الاي جي بي يو فمعتمد على معماريه ار دي ان اي 2 بعدد 36 كومبيوت يونت او توتال 2304 ستريم بروسيسور. نفس المواصفات في البي اس 5 العادي هي نفس المواصفات بالمناسبه اللي في البي اس 5 سليم. في البي اس 5 برو اللي يقال ان سوني شغاله عليه دلوقتي هيكون الاي جي بي يو الجديد فيه معتمد على معماريه الار دي ان اي 3 اللي موجوده في كروت الار اكس 7000 من اي ام دي. ده غير ان عدد وحدات الكمبيوت يونت هيزيد بنسبه 66%، يعني الجي بي يو هيكون فيه 60 كومبيوت يونت او توتال 3840 ستريم بروسيسور، بالاضافه ل 120 اي اي اكسلريتور و60 ري اكسلريتور، يعني دعم افضل لتتبع الاشعه وكمان استغلال افضل لمميزات الاف اس ار 3 زي الفريم جنريشن. ومع ذلك الرامات هتفضل زي ما هي بحجم 16 جيجا بايت زي ما كانت في البي اس 5 والبي اس 5 سليم، لكن بسرعه اعلى 18 جيجا بت في الثانيه، وقدره نقل توصل ل 576 جيجا بايت في الثانيه الواحده. البي اس 5 برو هيكون اسرع من البي اس 5 العادي والسليم خصوصا فيما يخص الالعاب، ومتوقع اطلاقه يكون في شهر نوفمبر من سنه 2024، ولكن هيتم الاعلان عنه قبلها بشويه حلوين. من فترة مش كبيرة ابتدت تتسرب لنا اخبار عن نية انفيديا الاعلان عن تحديث لكروت الار تي اكس 4000 باسم السوبر، وزي ما شرحت لك قبل كده اكتر من مرة ان السوبر دي دلالة على انه ريفريش من الجيل الحالي، ما هواش جيل جديد بالمعنى الحرفي، بس بيتضاف لي كلمة سوبر دلالة على التحسينات اللي هتتعمل فيه عشان تديك اداء احسن. فهيبقى الار تي اكس 4080 سوبر وال 4070 تي اي سوبر وال 4070 سوبر، ودول حتى الان اكتر الكروت اللي متفق عليها من التسريبات انها هتكون الكروت المحدثه. التغييرات اللي هتكون زياده في اعداد الانويه بنسبه كبيره جدا، سواء انويه الكودا او التنسور او انويه تتبع الاشعه، واستهلاك الطاقه هيكون زي ما هو، وبنسبه ما ممكن يحصل تغيير في مساحه الرامات بالاخص في ال 4070 سوبر وال 4070 تي اي سوبر. المتوقع ان الكروت دي تشوف النور في معرض سي اس 2024 وبالتحديد يوم 8 يناير اللي جاي في مؤتمر خاص بانفيديا، ولكن التوافر
او رفع الحظر عن الاداء مش هيكون في CES، بل هيكون بعد كده. ال 4070 سوبر هيكون اطلاقه في 17 يناير، انما ال 4070 تي اي سوبر فهيكون 24 يناير، وال 4080 سوبر هيكون في 31 يناير على حسب التسريبات. طبعا انت دلوقتي اهم سؤال بيدور في بالك هو السعر هيكون كام؟ خلينا نقول ان اللي اتسرب على لسان الشركات ان الكروت الجديده هتستبدل الكروت القديمه، يعني مش هيكون في كروت غير كروت السوبر فقط لا غير. يعني ال 4080 سوبر هيستبدل ال 4080، وال 4080 هيخش في مرحله التقاعد بدري جدا. ونفس الموضوع في ال 4070 تي اي سوبر مع ال 4070 تي اي. فده معناه ان الاسعار للكروت الجديده هتفضل زي ما هي باسعار الكروت القديمه. المشكله ان وقت اطلاق كروت السوبر هتكون في كروت من الدفعه القديمه متواجده في السوق، فلو الاثنين هيبقوا بنفس السعر فبديهي جدا ان انا هشتري الجديد، ما هو اسرع وبنفس السعر. فخطوه تغيير سعر الكروت القديمه هتكون موجوده ده لحد ما الاستوك المتواجد منها يخلص. انما ال 4070 العادي والسوبر هيكونوا متواجدين مع بعض عادي جدا، بس مفيش فكره التسعير هيكون عامل ازاي، والتركيز اكتر في المبيعات هيكون على ال 4070 سوبر او كروت السوبر بشكل عام. في نفس الوقت اللي هيتم فيه الاعلان عن دفعه جديده من كروت الار تي اكس 4000 لفئه الهاي اند والميد هاي اند، الفئه الاقتصاديه هتفقد اهم كروت ليها الجي تي اكس. لان على حسب تسريب من الشركات المصنعه ان انفيديا ناويه انها توقف تصنيع كروت الجي تي اكس 16 سيريز بالكامل بدايه من الربع الاول ل 2024. معاك بقى بدايه من كروت زي الجي تي اكس 1630 مرورا بال 1650 لحد ال 1660 سواء العادي او السوبر منهم. وده مش معناه ايقاف الدعم عنهم او ان مش هيكون في تعريفات ليهم، دي مرحله لسه قدامها شويه. اللي هيحصل ان انفيديا مش هتمد المصنعين بشرايح تاني منهم. بالقرار ده انفيديا بتنهي عصر كروت الجي تي اكس تماما، تعلن ان الاستمراريه هتكون لكروت الار تي اكس. طبعا مش بمجرد ما القرار ده يطلع بشكل رسمي مش هتلاقي الكروت في السوق، بنسبه كبيره جدا هتلاقيها، ولكن بمجرد ما الاستوك يخلص مش هتلاقيها تاني. المشكله مش في ان الكروت دي تختفي، كده كده عارفين ان ده اللي هيحصل، ما هماش هيعيشوا اكتر من الجي تي 210. المشكله ان الكروت الاقتصاديه كده رسميا وعمليا وعلميا في عرف انفيديا وفي عرف التجميعات هتبدا من 250 دولار اللي هو سعر ال 3050، في حين انك كان ممكن تبدا بكارت شاشه كويس زي ال 1660 سوبر بيبدا من 229 دولار، وال 1650 اللي كان بيبدا من 150 دولار. فاما انفيديا عندها حل للكروت الاقتصاديه زي مثلا الار تي اكس 2050، او ان سعر الار تي اكس 3050 يقل شويه عن ال 250 دولار، او ان الفئه الاقتصاديه في الكروت بعد كده هتبدا من 250 دولار كواقع مفروض علينا. الغريبه ان قله الاهتمام بالفئه الاقتصاديه بدات تزيد بشكل كبير جدا بين الشركات. يعني ايه ام دي مثلا كل فين وفين لما تعلن عن بروسيسور اقتصادي زي الرايزن 3 معتمد على معماريه جديده. انتل بقت تقدم تطور في الاي 3 بشكل بطيء جدا، اي نعم مستمره في اطلاق الاي 3 مع كل جيل جديد، بس التطور فيه مش بيكون كبير او التغيير فيه مش كبير قوي. انفيديا في كارت زي الار تي اكس 3050 نزل بعد فتره طويله جدا وسعره كان يبدا من 250 دولار اللي هو يحسب على الفئه الاقتصاديه، ولحد دلوقتي مفيش اي كلام عن ال 4050 اللي نزل في اللابات من سنه فاتت. فالفئه الاقتصاديه اصبحت فئه مهمله من الشركات، والتركيز على الفئات السعريه الاعلى زي الفئه المتوسطه اللي نزل من انفيديا فيها 3 كروت مش كارت واحد او حتى كارتين. اخر خبر معانا هيكون خبر محزن شويه خصوصا لمجتمع اللاعبين، وهو ان بشكل نهائي اتلغى معرض E3 للابد. بدايه المشاكل كانت في 2020 بسبب ازمه كورونا اللي منعت كتير من المعارض انها تتعمل. اخر معرض اتعمل في 2020 كان معرض CES، واللي اعتبروا عدد من الناس انه من الاسباب اللي ساعدت في انتشار الوباء في امريكا. من بعدها وكتير من المعارض حوالين العالم اتلغت، وده بسبب اجراءات التباعد والحظر والحد من انتشار الوباء. واحد من المعارض اللي اتاثرت كان معرض E3، على عكس معارض مهمه زي جيمز كوم وكومبيوتكس وCES ومعارض تانية كتير لسه مستمره لحد دلوقتي، ورجعت من اول ما ابتدينا نقول يا معارض. خليني اقول لك ان E3 عباره عن تجمع لشركات الالعاب من استوديوهات ومطورين ومعلنين بيعرضوا مشاريعهم الجديده للجمهور في خلال فتره كورونا. وبما ان الكل بقى قاعد في البيت بشكل كبير فبقى في حاجه اننا نسلي الناس اكتر، وبدلا من ان E3 يتحول لشكل افتراضي، الشركات اللي كانت اهم ممول ليه ابتدت تعمل مؤتمرات لنفسها زي سوني اللي عملت حدث ستيت اوف
بلاي ستيشن عشان تتكلم فيه عن مشاريعها الجديده، وعندك نينتندو دايركت. حتى شركات نشر الالعاب زي يوبي سوفت واي اي وبيثيسدا بقى ليهم حدث خاص بيهم يخص مشاريعهم الجديده. بالمناسبه كانت في نسخه اونلاين اتعملت في 2021 ولكن شركه زي سوني مثلا ما شاركتش فيه وما لقاش نجاح كبير زي السنين اللي قبلها. كان المفروض ان الايفنت او المعرض ده يرجع زي معظم المعارض اللي رجعت في 2020 و2023. في 2022 اتلغى بسبب تخوفات من تفشي الوباء مره ثانيه، ومع ذلك ما اتعملتش منه نسخه اونلاين، وده بسبب عدم الاهتمام في المشاركه فيه من شركات كتيره جدا. فده سحب تمويل كبير جدا من اي 3، وده كان السبب في انه يتلغي في 2023 تمهيدا لالغائه تماما. ده غير ظهور مؤتمرات منافسه زي سمر جيم فيست وذا جيم اوورد. كل دي للاسف عوامل ادت في النهايه لموت واحد من اهم معارض الالعاب اللي في فتره من الفترات كانت عيون الناس كلها عليه. وزي ما دي كانت نهايه قصه جميله عمرها 28 سنه، فدي نهايه حلقه النهارده من الخلاصه. فلو كان لينا عمر ان شاء الله هيكون في حلقه جديده الاسبوع اللي جاي، فما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، فعل جرس الاشعارات، ورايك تحت في التعليقات. لحد الحلقه اللي جايه، سلام.